لكن التعاون في الألعاب مش متعلق بس بوجود لاعب تاني، ده مرتبط بشكل مباشر بالتواصل والعمل الجماعي. في الألعاب التنافسية ممكن تتصرف لوحدك وتحاول تكون الأفضل، لكن في الألعاب التعاونية النجاح مش ممكن غير لو كنت متفاهم مع شريكك في اللعب. التواصل الجيد بيفرق بين الفوز والخسارة، وده بيبان جدا في ألعاب زي التيكس تو، اللي كل مرحلة فيها مبنية على فكرة إنك لازم تتكلم وتتفاعل مع شريكك عشان تقدروا تتخطوا التحديات مع بعض. الفكرة دي مش بس بتخلي التجربة ممتعة، لكنها كمان بتعزز مهارات التواصل والتنسيق بين اللاعبين، وده جزء كبير من متعة النوع ده من الألعاب. وطبعا عشان الألعاب دي تنجح لازم يكون عندها ميكانيكس لعب متقنة بتخلي كل لاعب ليه دور مهم ومؤثر. واحد من أهم عناصر ألعاب التعاون هي توزيع الأدوار، بحيث يكون لكل لاعب مهام وقدرات مختلفة بتكمل قدرات شريكه. تصميم اللعبة لازم يكون متوازن، بحيث ما يكونش فيه لاعب حاسس إنه أقل أهمية من التاني، وده تحدي كبير بيواجهه المطورين. في التيكس تو كل لاعب عنده قدرات خاصة بيه، وكل مرحلة بتطلب من الاتنين يتعاونوا بشكل معين علشان يقدروا يكملوا. التوازن ده هو اللي بيخلي التجربة ممتعة ومثيرة بدون ما يكون فيها إحساس بالملل أو عدم التوازن.